السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وبالهنا ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم بريوش اللي كيجي مفشفش، وكذلك الطريقة ديالو سهلة وكيوجد في اسرع وقت. غادي نخليكم مع المقادير والطريقة، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. بالنسبة للمقادير، أول حاجة كنحتاجو جوج كيسان ديال الطحين فورس. بالنسبة للعبار كنحتاجو كنعبرو بالكاس ديال العنبة. كنحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الخميرة. بالنسبة للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. وغنحتاجو واحد المعلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نزيدو معاهم واحد جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة يكونوا دافين. المهم الكاس اللي غتعبروا به الطحين هو اللي غتعبروا به الماء. غادي نحرك مزيان هاد العناصر. بالنسبه لي انا هنا البنات شعلت الفران، سخنت واحد شويه. غادي ندخلها باش هذيك الخميره تخمر ليا دغيا. بالنسبه للفران غتسخنوا غير شي شويه ماشي بزاف، وغتدخلوا حتى كتضاعف هذيك الخميره تخمر، وديك الساعه كنخرجوه. بالنسبه للحشوه كناخذوا واحد البصله كنقطعوها قطع صغار. المهم هنايا انا راه قطعتها بهذيك القطاعه ديال البصله، وغادي نزيد مع واحد شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق. واحد شويه ديال الابزار، واحد المهم وكنضيفوا الزيت، وهنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه. سمحوا لي البنات، هنايا راني كنصور غير بيد وكنخدم بيد، داكشي علاش التصوير ما غاديش يجيكم هو هذاك. المهم سمحوا لي على هذا التصوير. المهم هنا كناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه. غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نديه فوق البوطه يطيب حتى تتشحر ليا ديك البصيله. هنا البنات الفيديو راه كانت تقطع ليا، كيتسحبني كنصور وما صورتش. المهم هنا كنزيدو معاهم مصدر ديال الدجاج حتى كطيب ليا البصله والدجاج مزيان. من بعد كنضيف معاها الزيتون مقطع خضر. صافي هنا غادي نخليو الحشوه ديالنا تبرد. بالنسبه للعجينه كما كتشوفوا الخميره ديالنا ها هي ضعفات. دابا غادي نزيدو غادي نحركوها شويه هكا بالفوي باش غادي نزيدو معاها المقادير الثانيين. بالنسبه لهنا البنات خديت 3 كيسان ديال العنبه ديال الطحين. 3 كيسان هنا راهم الطحين مغربل، راني غربلتو درتو في الطبسيل باش كيجيني ساهل. غادي نزيف معاها واحد نص كاس ديال الزيت. انا هنا درت غير زيت الروميه، الا عندكم زيت البلديه ديروها. المهم انا هنا درت زيت الروميه. وغادي نزيد معاه واحد جوج معالق كبار ديال النيدو. غادي نحركهم مزيان، غنجمع العجينه مزيان لانني كما قلت لكم انا كنصور غير بيد. هنا عجينه العجينه كما كتشوفوها هي مرخوفه. غادي نخليها واحد 5 دقائق بما جمعت وبما كديت، ونعاود نرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا البنات كديروهم كتقطعوهم صغيورين. الى عندكم الميزان تقريبا تكون 45. المهم انا هنا ما درت لا ميزان لا والو، قطعتهم غير هكايا صغيورين.
المهم درت على حسب العبار. المهم غديرو نتوما كيف ما بغيتو. هنا كناخدو واحد الطبيسيل كندير فيه شويه ديال الزيت وكناخد الكاس وكنبدا. المهم كنبدا هكايا كما كتشوفوا، كنورك مزيان وكنحيد الكاس باش يجيني داك البريوش مقاد. المهم هنايا البنات كما كتشوفوا بقيت حتى ساليت العجينه ديالي كامله. دابا غادي ناخد واحد صفر البيض. هنايا البنات درت معاه واحد المعلقه ديال الصوجا، تقدروا ديروا نيسكافي. المهم انا هنا درت الصوجا. غادي ندهن البريوش ديالي من الجناب، باش هنا كندهن البريوش هو الاول باش ملي كنحط الحشوه كتجيني الطريقه السهله. وهنا البنات غادي ناخد البافو. بالنسبه باش ترشوا البريوش رشوا باش ما بغيتو. انا هنا غادي ندير البافو، غادي نرش البريوش ديالي. تقدروا ديروا زنجلان، تقدروا ديروا كيما قلت لكم السانوج. المهم كل واحد والاختيار ديالو. انا هنايا غادي نزينهم بالبافو. من بعد البنات غادي ندوز باش غادي نحط الحشوه. كما قلت لكم انا كندهنهم وكندير البافو باش ملي كنحط الحشوه البنات كتجيني ساهله. صافي هنا غادي ندوز، غادي نعمر البريوش ديالي كاملين بهذيك الحشوه اللي صايبت معاكم. وهنايا البنات كما كتشوفوا عمرت البريوش كامل بالحشوه. دابا غادي ندوز باش غادي نطيبهم. بالنسبه للفران خصو يكون سخون مزيان، البوطه تكون مهيله. انا كنطيبهم في الفران ديال الغاز. كنشعل غير التحت وكندير الطاوه ديالي الفوق. كما كتشوفوا من بعد ما طابوا خرجتهم. دابا غادي ندوز باش غادي ندير لهم الفرماج من الفوق. عاد غادي نعاود ندخلهم يطيبوا الطيبه الثانيه، يعني باش يطيب باش يذوب داك الفرماج ويكمل الطياب ديالهم. وهنا كما كتشوفوا راني درت لهم الفرماج كاملين. دابا غادي نديهم باش نكمل لهم الطياب ديالهم. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش اللي شاركت معكم. كنتمنى ان شاء الله هذا البريوش يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساو ليش لايك، وغنقول لكم بسلام عليكم.